كان فيه هدية أجمل صبت في ميدان الحرب نفسه. الفاترينا. كل ما تهل ذكرى الانتصار العظيم 6 أكتوبر أو زي النهاردة 10 رمضان، بستنى كل مرة في وسط المواضيع المفتوحة حد يفتح موضوع إزاي كانت الأقاليم مشاركة في الحرب مسؤوليتها وهمومها ما كانوش على خط النار في سيناء ولا في صفارات الإنذار والغارات اللي بتضرب في القاهرة العاصمة وبس. كانت كل حتة في مصر مشاركة في الحرب بطريقتها. يعني لو هنتكلم على الصعايدة والفلاحين، فأولا لازم نقول إن قوام الجيش المصري على خط النار كان معظمه من بيوت فلاحين وصعايدة مصر. كل بيت من قنا لكفر الشيخ كان فيه ابن أو زوج على الجبهة. ده بالنسبة للحرب بمعناها المباشر. لكن لو جيت تشوف محافظة كانت بتعمل إيه، يعني هتلاقي حواديت لا تنتهي. مثلا أسوان، نبتدي من أسوان. رجالة أسوان الحرب والهزيمة ما خلتهمش يوقفوا الشغل الشاق في مشروع السد العالي. خدوها مسألة كرامة شخصية، وإنه مش هينفع نقول للناس إن إحنا وقفنا، وفضل العمل مستمر لحد ما تم الانتهاء منه قبل وفاة عبد الناصر بشهور. كانت هدية رجالة الصعيد تسليم المشروع رغم الظروف علشان محدش يفتح بقه ويقول اتكسرنا. كانت رسالة للناس اللي واقفة على خط النار ان احنا في ظهركم، ما تقلقوش علينا، واقفين وشغالين ومستمرين. ورسالة للناس في الجبهة الداخلية ان احنا يا جماعة صلبين ونقدر نكمل اللي كنا شغالين فيه. بس طبعا وبالنسبة للسد العالي برضو كان فيه هدية أجمل صبت في ميدان الحرب نفسه، لما الضابط باقي زكي يوسف، الضابط المهندس المنتدب للشغل في السد العالي، خلص الانتداب بتاعه ورجع موقعه على الجبهة وشاف حيرة القيادات في الساتر الترابي لخط بارليف، فقال لهم هنعمل معاه زي ما كنا بنعمل في الجبال اللي كنا بنكسرها واحنا بنبني السد، هنوقعه بضخ المية. وكانت فكرة خراطيم المية الطفاشة اللي اتفتح بيها الباب للعبور، وكانت هدية من العمل في السد العالي. ده بالنسبة للسد العالي. تعال بقى بالنسبة للدلتا. سكان قرى المنصورة، شبين الكوم، المحلة، طلعوا وقفوا على شريط السكة الحديد يستقبلوا كل قطر شايل الناس المهجرة من خط القنال ورايحين على القاهرة علشان يعيشوا في مراكز إيواء ومدارس ويبقوا حمل على الدولة. وقفوا مقررين إن الناس المهجرة دي تنزل من القطر وتتفضل تعيش عندهم في بيوتهم. اتفتحت بيوت فلاحين الدلتا للمهجرين زي بيوت تانية في القاهرة ودمياط والفيوم. أهلنا وناسنا مش ضيوف، دول أصحاب مكان، وخليك يا دولة في اللي انت فيه وسيبلنا احنا الناس دي هنشيلها في عينينا. أما أهل المدن الصغيرة في الدلتا اللي فيها مصانع المعلبات زي مدينة أها ومدينة أدفينة، فاعتبروا شغل المصنعين دول مهمة قومية، لأن المعلبات دي والطعام المحفوظ كانوا اللقمة الأساسية للجنود على الجبهة. ففضلت المدن دي بالمزارعين، بالعمال، بالنقل، ورديات بال24 ساعة علشان يوفروا طعام المعركة. طيب الصحراء والبدو، أهل مرسى مطروح البدو صحيح جغرافيا كانوا بعيد عن موقع الأحداث، قرروا يجزوا صوف 850 ألف راس غنم ويعملوا منها بطاطين وبلوفرات للعساكر تلمهم من برد الحرب في الصحراء. أهل اسكندرية عملوا ورديات بتنظف المخابئ اللي كانت الناس بتنزل فيها ساعة الغراد. وطلبة كليات الزراعة قرروا ان كل انتاج معامل الكلية مربات وجبن هيطلع على الجبل. مش هحكي لك طبعا عن كفاح اهل السويس اللي هم على خط النار ببيوتهم وعائلاتهم واطفالهم. اهل السويس اتقهروا لما شافوا العدو بيرفع علمه على الضفة اللي في وشهم، فتلموا قالوا نرد ازاي. حد قال نرفع علم مصر على الضفة بتاعتنا، فقالوا له ملهاش معنى ان احنا نرفع علم مصر على ارض مصرية. فكروا، وكان الرد اللي اختاروا يبعتوه للعدو يقولوا له من خلاله انهم قاعدين وراجعين انهم يشغلوا مداخن المصانع ليل نهار. طول ما المداخن شغالة فالحياة هنا مستمرة. وخافوا لحد ما حصل الحصار بعد العبور، وفضلت السويس متحاصرة 101 يوم بس واقفة على رجلها بطريقة جننت العدو. صمود خلى العدو هو اللي يضرب نار ويزغرط لما جات له الأوامر انه خلاص ارجع كما كنت. طيب اللحمة غليت شوية وابتدى يبان ان في حد احتمال يستغل الوضع استغلال سيء. راحوا سيدات بني سويف اعلنوا عن حملة لمقاطعة اللحمة
وفضلوا صامدين شهر لحد ما الحملة جابت أثر عظيم، فتحركت الحملة من سيدات بني سويف لبقية سيدات الجمهورية وتمت السيطرة على الأمور. اتفتح باب التبرع للمجهود الحربي، فكتبت الصحافة عن العروسة السوهاجية بنت سوهاج اللي اتبرعت بشبكتها ومصاغها اللي كان عامل وقتها حوالي 500 جنيه، فاتنقلت العدوى لبقية عرايس بنات جيلها. مدينة القناطر خرج منها أكتر من كيلو مشغولات ذهب تبرع لدعم المجهود الحربي. التبرع ما خرجش من بيوت القناطر، لأ، خرج من نزيلات سجن القناطر للنساء. السجنات لفوا على بعضهم وجمعوا كل اللي حيلتهم، مش بس الحلقان والسلاسل، لأ كمان دبل الجواز. ستات الوادي الجديد لموا كل اللي يقدروا عليه من تمر الوادي في علب تسافر للعساكر. فكله كان بيحارب بطريقته. مفيش كيلومتر واحد في مصر مش مشغول ومش مشارك في المعركة باللي يقدر عليه. كل واحد ما شالش سلاح على خط النار كان مشغول ازاي يقف في ظهر اللي شايل السلاح مكانه. محدش قال أنا في نقطة بعيدة عن الخطر والنار، لا، كله بص يشوف يقدر يعمل ايه وما تأخرش. وده يفسر للواحد عظمة الانتصار ده اتنسجت ازاي.